جاهزون يا أطفال؟ حالة طوارئ جيم، عندنا حالة طوارئ جيم. ايه ده؟ ازيك؟ عامل ايه؟ سمعت الانترو؟ بص، بدل ما نحكي كتير ونتكلم كتير، تعالى كده نبدأ نحكي الحكاية من الأول. ليه أصلا حاجة 20؟ أول ما بتكمل 18 سنة من هنا، أول ما بيبدأ المجتمع يعاملك فجأة على إنك فرد مؤثر لازم ياخد قرار. هتدخل كلية إيه؟ هتشتغل جنب الدراسة ولا هتركز في كليتك؟ تشتغل إيه؟ تشتغل إمتى؟ هتفرحنا بيك إمتى؟ تشتري عربية ولا تقضيها مواصلات؟ تشتغل فريلانس ولا خلينا موظفين أحسن؟ مانجا ولا فراولة؟ نام بدري ولا تشوف حلقتين كمان من المسلسل؟ قرارات كتير بتبقى محطوطة قدامك والمفروض تاخدها وانت لسه طالع من المدرسة. العالم بتاعك بيتحول ما بين انك نفسك تجيب مجموع عالي، نفسك تدخل الكلية اللي بتحلم بيها، نفسك تشرف العيلة، نفسك تشوف الفخر في عيون بابا وماما، لعالم تاني مختلف، عالم مليء بأشخاص كلهم في الحاجة وعشرين، وكلهم يبدو عليهم ان هم عارفين هم بيعملوا ايه وبيختاروا المسارات وبياخدوا القرارات اللي فيها الصالح ليهم، واحنا يا دوب لسه يا اما بنستوعب اننا دخلنا الكلية اللي بنحلم بيها فانشغلنا جدا جدا بيها، يا اما ما دخلناش الكلية اللي بنحلم بيها وبندور على بدايل وبندور على حلول ونعمل تظلم ولا ما نعملش، وكل ده في حيرة تامة. وفي وسط كل ده بيجي احساس رهيب انك محققتش حاجة وانت لسه يا دوب حاجة وعشرين او داخل على 20، وبيتولد جوانا ضغط بيتحط علينا كلنا بلا استثناء، بيختلف من شخص للتاني ومن بيئة للتانية، ولكن كلهم بيشتركوا في حاجة واحدة، وهي ان احنا في حاجة وعشرين من عمرنا لازم نحقق حاجات كتير جدا جدا واحنا لسه اوريدي بنبتدي الرحلة. بص يا صاحبي، احنا جايين نقولك ان انت مش لوحدك. كلنا كنا وما زلنا حاسين بالضغط ده وبنحاول نتعامل معاه. احنا مجموعة من الشباب الجامدين جدا، لقينا ان في حاجات المفروض نعملها مش بنعرف نعملها ازاي، وفي حاجات كتير ما كانتش في دماغنا لحد ما اتحطينا قصادها، وفي حاجات كنا فاكرين ان احنا بنعملها صح عشان هي دي الطريقة الوحيدة اللي احنا عارفينها. ومن الاخر كده، احنا مش جايين نقولك انت المفروض تعمل ايه، احنا جايين نتناقش ونفهم مع بعض شوية حاجات من اللي بتيجي جنب العشرين. وأكيد مش جايين نتكلم في نظريات فلسفية عظيمة أفنينا عمرنا في دراستها، لا، إحنا هنحكي مع بعض تجاربنا وآرائنا الشخصية ونحاول نتعلم منها على قد ما نقدر. طب ايه بقى حاجة وعشرين؟ حاجة 20 هي رحلة فيها هناخد بالنا من حاجات ما كناش فكرنا فيها قبل كده، وحاجات مرينا بيها وتعلمنا منها، وحاجات لسه هنمر بيها وبنحاول نجهز لها. رحلتنا هتكون خفيفة، مش محتاج ليها آلة حاسبة أو حتى ورقة وقلم، يكفي بس إن أنت تيجي وتتناقش معانا. تقدر تسمعنا في أي وقت وفي أي مكان، كل اللي عليك إن أنت بس تتابعنا على أي منصة من منصات البودكاست، سواء سبوتيفاي، جوجل بودكاست، بوديو، أو حتى يوتيوب. طب نيجي بقى للسؤال المهم، إحنا مين؟ انا ريم، وفان فاكت عني ان انا بكتب بالمعكوس كانك باصص في المرايه. وأنا عمر، وقبل السنة دي ما كنتش بستخدم سمارت فونز، يعني التليفون اللي معايا ده هو أول سمارت فون أجيبه. إسراء. وفان فاكت عني أنا ما بحبش أمسك إيديا ببعضها أو أحط إيدي على وشي علشان هي في الغالب بتبقى سخنة صيف شتاء، وبالمناسبة هي بتبقى دفاية عظيمة جدا لكل صحابي المتكتكين والمتلجين في الشتاء، فبتنفع قوي في الموقف اللي زي كده. أنا عبد الرحمن الشاعر، وفان فاكت عني أنا لسه لغاية دلوقتي بقرأ رواية الجيب بتاعت زمان. بس كده الحلقه خلصت، ولو حابب تسمع الحلقات التانية ممكن تسمعها على اليوتيوب، سبوتيفاي، جوجل بودكاست او انغامي. ومستنيين جدا جدا رايك في الحلقه دي، ممكن تبعت لنا رايك على انستجرام @حاجه و20 مش مكتوبه، لا هو رقم 20. وحابين جدا جدا تسمع الحلقات الجايه وتشاركنا رايك فيها برضو. بس كده. سنعود بعد قليل.